السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البحث عن سعيد. سعيد ده يا جماعة كلب التجمع الخامس بيشغل السوشيال ميديا، وصاحبته يعني عاملة مكافأة ضخمة جدا. المكافأة 45,000 جنيه للي يلاقي الكلبة أو الكلب سعيد. تصدر كلب التجمع الخامس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت صاحبته الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر مبلغ 45,000 جنيه لمن يعثر عليه في منطقة التجمع الخامس. وكتبت نرمين صفر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: مكافأة 45,000 جنيه للي يلاقي الكلب سعيد ضايع في التجمع الخامس. وانتشر المنشور بسرعة وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل العديد من المستخدمين معه، وتراوحت ردود الأفعال بين متعاطف بيعبر عن قلقه وحزنه لفقدان الكلب الأليف، وبين مستهزئ بيعتبر أن المكافأة المعلنة مبالغ، يعني يعني مبلغ أو يعني مبالغ فيه أوي بالنظر إلى قيمة الكلب مقارنة بالبشر. وتم إطلاق صفحات بعضها حمل اسم الكلب سعيد الضايع على الفيسبوك تفاعلا مع اختفاء الكلب. ومع ذلك عكس المنشور عمق العلاقة العاطفية بين نرمين وكلبها سعيد. هو يا جماعة مستغربين من ايه؟ في ناس صح بتبقى مهووسة بالكلاب، يعني يبقى عندها يعني انا شفت امبارح فيديو كده، واحدة راكبة على كلب قاعدة تبوس فيه، يعني ده لو جوزها ما كانتش عملت فيه كده. وهو ما دفعها لتقديم مكافأة كبيرة في محاولة للعثور عليه. وتفاوتت التعليقات بين المتابعين، طبعا التريقة بقى، في ناس بقت تعلق يعني ربنا رجعهولك بالسلامة، يردوا ليكي كده يا رب سالم غانم، واللي يقول لك ربنا يردوا ليكي الأهل، يردوا لأهل بيته، واللي يقول اللهم ردوا إليك ردا جميلا. وفي بقى ناس اتريقت، بينما اقترح آخرون على نرمين نشر الإعلان في مجموعات خاصة بالمنطقة، يعني انشريه كده على الجروبات على الفيسبوك، وعلى يعني لو عندك كده كام جروب على الواتساب تنشري عليه، يمكن لعل يكون مثلا اتسرق ولا حاجة، ولا يكون حد لقاه. في حال كان الكلب قد يعني سرق لضمان وصول المكافأة لمن يعثر عليه. ولم تخلو التعليقات من بعض الطرافة، حيث قال أحدهم الكلب بقى أغلى من بني آدمين، في حين عرض آخرون المساعدة، مثلما قال أحدهم: أنا هجيلك من اسكندرية أدور عليه مخصوص، قلتيلي كام ألف. هنقول إيه؟ في ناس على فكرة يا جماعة لما بتلاقي الناس بتتريق على موضوع الكلاب بيزعلوا قوي، يزعلوا جدا جدا. ازاي تقول كده؟ ازاي تقول كده؟ ده الرفق بالحيوان ومش عارف تمام، ما في، وفي ناس في ناس بتبقى يعني مهووسه بموضوع الكلاب ده. الكلاب ديت حاجه غريبه يعني، وقطط الا القطط كمان. القطط دي عامله الناس كتير قوي تحس ان هم مجنون بحاجه اسمها قطط. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.